نرحب فيكم في الحلقة الأولى من برنامجكم برنامج صدى الأحياء. هذا البرنامج اللي راح يكون معكم أسبوعي وكل يوم اثنين بالتحديد. هذا البرنامج هو صداكم، ناخذ الأخبار من مصادرها ننقلها لكم كما هي. الآن عطنا العناوين. الليفر يحقق بطولة الأرسنال التنشيطية. رويال يقص شريط بطولة الملكي ويضرب بالأربعة. الاتحاد السعودي والأندية تتابع بطولة رابطة الأحياء للفئات السنية. الرومانسية تهتم للأحياء وتنظم دوري الرومانسية بمشاركة 16 فريق. نظم الأخوان في فريق الأرسنال في حي النسيم بطولة تنشيطية. البطولة هذه جمعت 8 فرق. الفرق اللي شاركت في بطولة الأرسنال هي فريق المدفعجية، فريق الراجحي، فريق نجوم السلي والعين، فريق الفارس مجموعتين، بالإضافة إلى فريق الليفر. البطولة هذه تنشيطية قادها تحكيميا الأخوان في رابطة حكام أحياء الرياض. وصل في المباراة النهائية فريقي الليفر وفريق المدفعجية، استطاع أن يصلا إلى ضربات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل منهما. في النهائي حصل فريق الليفر الفريق الشاب بقيادة المدرب والكابتن المعروف رويكد الشمري على هذه البطولة. مبروك فريق الليفر. أيضا الشكر موصول للإخوان في فريق الأرسنال على التنظيم الرائع على هذه البطولة، وكما عهدناهم مميزين في التنظيم. بطولة الملكي، هذه البطولة اللي تضم 16 فريق من جميع أحياء الرياض. عملت القرعة في منزل الأستاذ معيض العتيبي مدير العلاقات العامة بنادي النصر. بدأت البطولة وكانت بدايتها قوية، حيث تقابل فريقي الرويال مع فريق نجوم الدرعية. فريق رويال أرسل رسالة قوية لجميع الفرق بفوزها ب4 أهداف مقابل لا شيء. في اليوم الثاني تقابل فريقي نجوم المثلث والجزيرة. انتهت المباراة بالتعادل ب3 أهداف للفريقين، ولكن بعد أن راجعت لجنة الانضباط الأسماء المشاركين اتخذت قرار بمنح نتيجة المباراة لفريق الجزيرة بعد أن أشرك فريق نجوم المثلث لاعب غير مسجل بالكشوفات. يتابع الاتحاد السعودي والفرق وبرضه كشافين المواهب انطلاق بطولة رابطة رياضة الأحياء، لأنها بطولة كما يتوقع فيها أن يطلع فيها مواهب كثيرة ومواهب جديدة، لأنها بطولة خاصة بالفئات السنية. يشارك في البطولة هذه 16 فريق من جميع أحياء الرياض بالإضافة إلى الخارج. البطولة هذه موعودة بمواهب جيدة، موعوبة بتنظيم رائع، خاصة أن المشرف على هذه البطولة هم الإخوة في رابطة رياضة الأحياء. موعد انطلاقتها كما متوقع راح يكون تاريخ 24/3. لمتابعة أخبار هذه البطولة عليكم متابعة إما حساب رابطة رياضة الأحياء أو متابعة المنتدى وملتقى الأحياء الرياضي، وستأتيكم الأخبار تباعا بإذن الله مع الحلقات القادمة في برنامجكم برنامج صدى الأحياء. في رياضة الأحياء التفتت لنا شركة كبيرة وهي شركة الرومانسية. راح تنظم خلال الأسبوعين القادمين بطولة بنظام خروج المغلوب، راح تجمع 16 فريق من جميع أحياء الرياض. صراحة احنا محتاجين مثل هذه الشركات انها ترعانا، ترعى بطولاتنا، وباذن الله راح يكونون سبب في اما اكتشاف موهبة جديدة، في تطوير رياضة الأحياء، ويكون لهم ان شاء الله باذن الله دعم رياضة الأحياء، وبالتالي دعم الوطن، دعم المملكة العربية السعودية والمنتخبات السعودية. قضيتنا في هذه الحلقة اللي طرحناها لكم متابعين ومشاهدين، طرحنا لكم في هاشتاج صدى الأحياء على تويتر. طرحنا موضوع، سألنا سؤال لكذا رئيس من رؤساء الفرق الأحياء بالإضافة للإداريين مدربين. قابلنا بعض اللاعبين في مناسبتين حضرتها القناة. سألناهم سؤال: كثرة البطولات اللي تقام في الأحياء سواء كانت في نفس التوقيت أو على مدار العام، هل هي مفيدة أو غير مفيدة لهم كلاعبين وكرؤساء؟ برضو لهم كإعلاميا، هل هي مفيدة للاعبين للظهور الإعلامي أو لا؟ سألناهم برضو السؤال الثاني، إنه لو كان في تنظيم أو رزنامة معينة للبطولات على مدار العام، كان يكون في مثلا 12 بطولة أو 10 بطولات إلى 9 بطولات في السنة، هل هو مفيد لهم كتنظيم لعملهم في الأندية الأحياء؟ نسمع وياكم إجاباتهم. كل ما قلت كل ما صار لها طعم وتخرج لعيبة، وتكون حتى الفريق اللي منظم إذا ما هو من الفرق الكبيرة
ما يصير التنظيم ممتاز. لازم الفريق اللي بينظم الدورة فريق معروف وقديم. الكثرة يعني غير مفيدة، خصوصا إذا صارت أثناء البطولة تقام بطولة ثانية. هذه وجهة نظري بالنسبة للبطولات، مهما كثرت أهم حاجة أنه ما تكون في بطولتين أو أكثر في نفس الوقت. أنا مع البطولات أنها تقام وضد كثرتها، لأنها تسبب ملل للجمهور أول شيء، والنقطة الثانية حتى الحماس فيها يقل. لا شك أن كثرة البطولات يسبب الازدواجية، فالأفضل أن يكون يعني بين رؤساء الفرق والمهتمين بهذه الأشياء تنسيق، وتكون يعني في أوقات معينة ومتباعدة حتى لا تسبب الملل. هي سلاح ذو حدين. أولا أساسا هي تكون يعني خدمة للشباب من ناحية تضييع الوقت في شيء فيه فائدة لهم، وكثرتها من ناحية أنه تكون كلها في وقت واحد توزع الجمهور، تشتت الفرق والحضور. فمن الأفضل أنها تكون تحت تنظيم معين على أساس ما يكون فيها مثلا ملل للجماهير أو خلافه، لأن إذا ما كان في حضور جماهير معناته ما كان في بروز مواهب. نتمنى أن يكون فيها تنظيم، يكون الفائدة والمرجوة منها يكون أفضل، يكون بطولات مختصرة في 6 و3 و4. متابعينا والله كلام حلو وجميل. الناس في الفرق الأحياء متقبلين فكرة أن يكون في رزنامة تربط الفرق بنظام معين، مشاركات معينة، ما يكون في تشتيت للجماهير، ما يكون في تشتيت للإعلام. نتمنى أنه يكون خلاص من الآن نبدأ. وش ننتظر؟ نبدأ الآن ننظم من أنفسنا، ننظم لنا رزنامة على طول السنة لتنظيمنا وتطويرنا في القادم. لأغلب فرق الأحياء حسابات في تويتر، وإحنا متابعين لهذه الحسابات سواء داخل منطقة الرياض أو خارجها. راح نعرض أفضل 10 تغريدات خلال الأسبوع في برنامجنا، ننتظر تغريداتكم. غردوا بأخباركم، أخبار لاعبيكم، إحنا راح نعرضها إن شاء الله الأبرز منها خلال حلقات صدى برنامجكم. فريق راح يمثل المملكة العربية السعودية في الإمارات، راح يمثلكم أنتم يا رياضيي الأحياء، راح يلعب مباراة واحدة مع فريق بطل الإمارات للأحياء. بعد المباراة هذه الفائز منهم راح يطلع لريال مدريد ياخذ دوره لمدة 15 يوم. والمشكلة أن هذا الفريق لا ما له داعم ولا له راعي. قال انت العبادة اكيد نايم ويحرم، عم حبيبي الله يرحم، وعبادك لهم هم وعبادك لهم هم ما كنا لهم هم، حاضر السكر في الدم، عم حبيبي الله يرحم، وعبادك لهم هم. من يشاهد هذه الصور أو يقف على هذا الشارع لن يصدق أن هذا الفريق الذي يتمرن هنا سيمثل المملكة العربية السعودية للأحياء في دبي، وإن حالفه الحظ بالفوز هناك سوف ينتقل إلى ريال مدريد للميران 15 يوما في أسبانيا. عذرا عزيزي المشاهد، هذا الفريق لا يستطيع إكمال 5 دقائق إلا وتقاطعهم سيارة مارة أو تأتيهم السلطات الأمنية لتخرجهم من هذا الشارع حفظا لسلامتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي علي صالح محمد، فريق عبادي سيتي، كابتن عبادي سيتي، مواليد 1412.
وفريق عبادة سيتي تأسس له 3 سنوات، وعدد البطولات 14 بطولة في 3 سنوات، وآخر بطولة أبطال المملكة بطولة جديدة، وبعد أسبوعين بيلعبون في دبي. ونحتاج احنا في عبادة سيتي أول شيء الإنارة ضعيفة، وإحنا حابين نتطور بس الملعب، يعني اللي ناقصنا الملعب والإنارة بس. من ناحية البطولات ما بطولات هذه الحمد لله كلها حققناها، وحققناها على أكثر من ملعب، يعني فلت وتراب ونجيلة ومزروع كلها الحمد لله. وأحب أشكر الكابتن محمد الشلوب لاعب نادي الهلال، يعني أهدانا الطقم ريال مدريد أعطاني إياه، وأحب أقول له الله يوفقه في دنيا وآخرة، وما قصر معنا صراحة. طريقة لعبه العيال ما نبي الاستقامة. واحب اشكر مدرب فيصل قحطاني لانه هو وقف معنا وساعدنا في اشياء كثير، واحب اشكر قناه فرق حياه الرياض، واحب اشكر رئيس الفريق هزاع القحطاني وقف معنا، واشكر شكر خاص لان احنا فريقنا، احنا الفريق الوحيد في حواري الرياض ما عندنا داعم، ما في الا هو يدعمنا هو فيصل، الله يخليهم لنا. وميزه فريق عباده هي الروح فريق عباده. أسبق الموت ومالك قدامك، كيف ترتاح وتعيش أيامك. أنت ذهب والماس دوري أو بالكاس، أنت ذهب والماس دوري أو بالكاس. محلي ما تلعب على جمهورك يجونا، محلي ما تلعب على جمهورك يجونا. صورة الختام هي ما هي صورة ثابتة نعرضها لكم من اختيارنا ونقول لكم شوف الصورة هذه. صورة الختام هي عبارة عن موقف أو مشهد حصل عندنا في رياضة الأحياء ويكون هو يستحق أن يكون ختام لحلقتنا. صورة الختام لهذه الحلقة بطولة كاملة تأجل مباريات الفريق، فريق يوقف تمارينه حتى يعود لاعبهم، وقفة صادقة من جميع رياضيي الأحياء مع هذا اللاعب، وهو بعد أن تعرض لحادث مروري أليم ينام على أثره هذا الحادث بمستشفى الأمير سلمان، نسأل الله العلي القدير أن يشفيه، وهو اللاعب نايف فهيد لاعب فريق الزعكان. وإحنا في برنامج صدى الأحياء باسمكم جميعا نتقدم أولا بالشكر الجزيل لفريق الزعكان على هذه الوقفة الصادقة مع لاعبهم، أيضا لمنظمي بطولة الملكي على تأجيل مباريات فريق الزعكان، وهذا ليس غريب جدا على فرق الأحياء وعلى جميع رياضي الأحياء. نترككم الآن مع هذا التقرير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولا تنسونا من الاشتراك ومن اللايك.